يجب أن نتكلم عن الأخبار الرياضية، أليس كذلك أستاذ جمال؟ مو جبنا سيرة جريدة الاتحاد الخضراء؟ إيه بس لازم ناول لا يجب أن نؤكد. أيوه لا لا سناول من نوال الزغبي ها. نوال الزغبي. هذا يا سيدي نسور قاسيون. سوري بس بيمتعني الاسم ايه. نسور قاسيون، ايه يعني منين ايه. طلعوها الاسم الخرائي ما الله بعرف بس يرحمه عدنان بوزو. ايه ايه. نسور قاسيون قال حلقوا عاليا في قطر بالبطولة مم. الآسيوية، حلقوا عاليا في ما قطر. صابن ما صابن عسر هضم وهن قاعدين بقطر ومجسمات وما عرفوا. وكأنه ما عرفوا، ما تضايقوا كأنه. ايه. ايه. والامور مشيت رواق، ما بعرف، انا ماني متابع، بس انا عرفت انه خسروا من استراليا 1-0 واكلين خرمان. انا ما بخبرك لانه انا بترك كل شيء من ايدي، بلغي كل مواعيدي وقت وقت اللي انت اللي انت بتريدي. بتريدي ابدا. لانه يعني عرفت كيف انا، يعني اهم شيء عندي كاس اسيا. ايه لا، ومشاركة نسور قاسيون كاس اسيا على كاس سوريا على على كاس اختها كأس الاسطال، واخت هالساعه اللي اضطرينا نقعد نتابع فيها. انا اكثر شغله شفتها على هامش كاس اسيا، مم. كل الكاس يعني لاحظت يزعل على البيانو العصيزة العفو، البيانو، ايه البيانو ايه. وما لها مهمه ابدا، سوري يعني. تمام. بالعموم يعني، وبنهايه المطاف واحد من هذه الفرق التقليديه بده يربحها. تمام. ايه يعني عندك يا يابان يا الصين يابان استراليا كوريا. كوريا ايه. يابان كوريا. السعوديه. ايه صح. عرفتي هدول دائما مرشحين ودائما بيكونوا بالنهائي ودائما واحد منهم بيربح، او شيء حدا هيك بس فلو والله بيطلع. في تقدم، ما خسرنا من ايران، يعني كمان هي شغلة منيحة. ما خسرنا شو؟ ما خسرنا من ايران، ايران كانت طالعت لنا بالسحبة فضحها عرضهم. يعني عرفت كيف؟ ايران، لا ايران قرروا انهم يهزموا الفريق الفلسطيني 0-4. انه يعني يعني انتم معروفه مبينه انه ما حتاخذوا كاس اسيا، لك خسروا قدام الفلسطينيه بس ما بنقدر حببوهم ربحوا. ولا ممكن، لانه احنا بنحب اللعبه شوف النزيهه. شوف هالطلب الثنائي، خسروا قدام فلسطين يا زلمه. المهم، انا اللي شفته على هامش البطوله. البطوله، في واحد يوتيوب، مو يوتيوبر، واحد من هدول السوشيال ميديا سيلبرتيز، ايه برو نظام، بالله. سامر مدري شو اسمه. كمان تمام. سامي ايه. ايه. طالع وناطر صوره كامش العلم تبع ابو النجمتين الخضر، ايه ايه. سوريا عيون خضر. عيونها خضر. حسوطيز. طالع وحاططها هيك وواقف بالملعب بالدوحة، وانه قبل مباراة سوريا واوزبكستان او سوريا وقطراتستان اللي هو ايه نحسوس. عملوا انه يعني نسور قاسيون وهيا هبوا الى العلياء والمجدي ومدري شو. تمام. مم. حط عمل بوستنج على الانستغرام تبعه، استاذ وعود اقرا الكومنتات اللي طلعت عليه. بالله. ليش؟ لانه النجمتين الخضر، انت بتعرف نجمتين الخضر تبع العلم هن خماسيات، لك. خمس خمس زوايا. هذا العلم عليه نجمتين سداسيات. لا. واستاذ من وين خود، طيب، من وين علم عليه نجمة عم اقول سداسية؟ لك خود على بيع وطنيات، وخود على تخوين له، وخود على انه بدهم يعلموه شو اللي عم يا يعملوا. الله شو حلوة هالقصة. تمام. قام هو طلع بوست شرح اعتذاري انه يا جماعة الخير انا اشتريت العلم من واحد هندي واقف على باب الملعب عم يبيع اعلام دول. قلت له اعطيني علم سوريا، هو اللي طابعه هو اللي دارزه هو اللي قايمه. اخذته مثل ما هو، فت على الملعب حطيت هيك وفردته، اخذنا الصورة وحطيناها ما طلعت. امم. معلم بقيوا عم يعلموا عليه، بقيوا عم يعلموا عليه، بالاخير طلع فيديو، طلع فيديو الزلمه بعد ما خلصت المباراه قال، وعم يقول تبرأ من لهم العلم من سوريا لا وتبرأ. لا، قال لهم اخي انا هيك هذا ظرفي. عجبه تمام. عجبه، ما عجبه اللي لطيفه. عجبه ما عجبه، لا حفظ الصرماي. بعدين طلع نفس الصورة عامل فوتوشوب للنجمتين عاملهم. مصلحون. صلحوا. بس والله هذا الهندي، هذا هاد الهندي عرص شايفه. كبير ها. ايه بس شايف هذا قديش سخيف هذا الموضوع، كثير صح. سخيف. ايه. شايف هذا الموضوع على سخافته اهم من كل مشاركة سوريا بكأس آسيا، واهم من كأس آسيا بالنسبة لي. عن جد. عن جد. أقم الصلاة. هلا في سؤال، في شغله دائما بتنسال، بس انسالت بالجروب تبعنا تبع شو لحاج، الجروب اللي الشباب الباقيين مو اللي موجودين بعض فيه. الشباب مو مشتركين فيها الله يسامحهم. المهم بجروب اتشو لحاج
السؤال انسأل لا انه ما بيصير طيب نحن انه نشجع المنتخب السوري. لا شو وضع تشجيع المنتخب السوري؟ لا شو وضع هيك المدري شو، شو وضع المدري شو؟ لا بس عن جد انا مثلا عندي رأي بالموضوع، قول انت. بيصير. شوف، مجرد السؤال بيصير ولا ما بيصير يفترض انه في، يعني اولا، يعني ستاندرد اخلاقي واحد ينطبق على الجميع تماما، وانه في سلطة مولجة بانها تقول شو الصح شو الغلط. نحن ما عم نقول في صح لا وغلط، استشارة الزلمة يعني. وانا زلمة ما بقول انه بيصير او ما بيصير. بتسألني انت شو بتعمل، بقول لك انا ما عندي استعداد اني شجع منتخب، تمام، تحت إدارة الاتحاد الرياضي العام، اتحاد كرة القدم، مم. التابع للاتحاد الرياضي العام، التابع للقيادة القطرية لحزب البعث، التابع للنظام اللي قائم حاليا بسوريا. 100%. أنا شخصيا إذا بتسألني هذا نمبر 1، يعني كمؤسسة يعكس انتماءات لهي القصة. هلا الأفراد اللاعبين جواته، تمام. إذا نحن عم نحكي على ناس، اللهم إلا إبراهيم عالمي اللي كان يعني عالمي. عالمي، اللي هو كان يعني اكتف شبيح، تمام. ايه ولما بنقول اكتف شبيح يعني الروسية على خصره على ايه جنبه ايه، لا دائما. لا، ويعني مو انه والله مثلا مستحي ما، مخبيها ايه يعني. لا، او مغصوب، او انه والله خدمة العالم وكذا والى اخره. لا، عن الزلمه يعني، عن قناعة، دخل بها عن قناعة ما شاء وهو الله. بيقولها، مو نحن اللي عم نتهمه ايه. بهالموضوع، ايه تمام. ما شاء الله حوله. هلا كونه واحد علقان بالبلد، الله ييسر له دعسه. ايه. ان شاء الله، كونه واحد، لا لا، الله يطول بعمره ويورجينا فيه. المهم، ايه. كونه واحد علقان بالبلد ورياضي ولعب وهذا المنتخب، انا ما بلومه للزلمه، بس لا ينتظر مني تشجيع او تحفيز. مم. وانا زلمه من انصار ايضا كمان، اذا بتسالني الي الفصل بين المبدع باي مجال وبين ابداعه. وبين يعني الشخص، ايه بين بين الشخص وابداعه. الشخص المبدع وبين ابداعه. يعني انا مثلا زياد الرحباني اكره سياسته وكراهيه التحريك، طبعا عندي طبعا. مشكله هائله مع كل بس مواقف. بس فنه رهيب. واسمعه حتى اليوم. جورج وسوف كذلك الامر والى اخره. ممكن بعض الرياضيين انا مثلا اتضايق منهم، بس اني انا يعني هذا رياضي وكذا. المشكله ايضا اللي بتخليني اني استسهل انه اخرع على المنتخب السوري وعلى كل التشجيع تبعه، هو انه ما في اصلا مستوى. يعني وقت اللي كان في عندك رياضه، وقت اللي كانت البلد بين قوسين كنا عايشين، كانت الرياضه الحصيص، فما بالك هلا. فليش لا اطلع من برات حالي، لا اعمل تطهر سياسي، وانه ورجي حالي انه انا كثير يعني انه مو فارقه معي، وانه الرياضه بنفصلها عن السياسه وكذا والى اخره. عرفت شلون؟ لشجع منتخب ابدا مو رياضي وانجازاته بتخري. وفوق كل هاد بقى هي المشكله الاخرانيه، هي الرمزيه تبعته دائما مستولى عليها من قبل هذا النظام. يعني اول شغله عملها بشار الاسد بال 2020 اذا ماني غلطان، ماني 2000، مذكر بس ايه يعني بعرف عنها. من 3 4 سنين، اللي لما هذا انه حرص انه لما تجمعوا ليروحوا على كأس العالم يقعد مع المنتخب كله، يتصور مع السومة ويتصور مع فراس خطيب هيك، بس تبع اللي خدوا. وهدو هدول انا هدو هدول جيرزي انا كنزة عليها وقالن عليها ولك الخرا. تمام، هدول انا وسخت لكم اياهم، خدوا. تمام، لانه بشار الاسد هيك بيشتغل. وانا بالنسبه إلي يعني هذا، انا اوريدي عندي اسباب اني ما اهتم وحتى اكون متضايق منهم. فوقها هي اجت، يعني عرفت كيف كل الرمزيه تبع هذا المنتخب مجيره لخدمه تنظيف صوره وتلميع صوره خنزير مثل بشار الاسد ونظامه. يعني فاذا انا شخصيا اذا بتسالني الي اجد انه يعني كل المقولات التي توضع لتبرر ليش انا لازم ما اقول اي شيء بحق هذا المنتخب، واذا قلت ما اقول الا الايجابي، يعني تبع اللي انه اترك العالم تتسلى شوي، او تلاقي امم. شغله تستمتع فيها بهالبلد، خلي شيء شغله تجمعنا مع بعض، يحرق اختها القصه، شو بدنا نضلنا مفرقين، الرياضه غير السياسه والسياسه غير الرياضه، انه بنهايه المطاف يعني نحن لازم نتعاطى مع القصص بانه نلاقي شيء يجمع.
كل هالمقولات هي بالنسبة لي غير مقنعة وغير كافية بهي الحالة بالتحديد، لأنه الرياضة كتير اوبشنال. يعني انا بقدر انه مثلا اتفهم حدا بيقول لي انه يا اخي اترك العالم تقدر تاكل وتشرب ولا تقعد تنتقد اللي مثلا بيروح بيشتغل بمؤسسات النظام. اكيد ما فيني انتقد اللي بيشتغل بمؤسسات النظام بقلب 100%. بلد ما عنده فرصة يعمل اي شيء ومضطر يعني. هي قوة الامر الامر الواقع، الامر امر الواقع. الواقع اللي ايه. حاكمته بده يضطر يتعامل معها ويروح ويعمل مؤسسه وياخذ وكذا والى اخره، يتعاطى بجوازات السفر تبعه ويتعاطى معها ويحكي مع مم. الشرطي ويحكي مع المدير العام ويحكي مع الوزير ويحكي مع الخفير. عرفت شو؟ مم. هون انا اصلا افتراض انه انا عندي الحق اقعد وزع لوم وما لوم وكذا والى اخره، يعني غير لا مو انه لوم، يكون احنا عم رايي خاص. على واد زلمه عم يسال انه شو رايك يعني ايه انا عم باخذ كلامه له، مم. مو عم رد على الكلام الشخص بالذات ايه انه هو عموما هيك يعني. قال. عم بنطلق منه لحتى رد على مجموعه من المقولات اللي بتنتشر بالفضاء العام. هو الرجل لم يقلها يعني، الشخص لم يقلها، بس مم. منها تفرعت عن هالقصه. اخر شغله بدي اقولها انه مم. لانه كنا كلنا عم نستنى امتى بده يخلص رايك يعني. الرياضه شيء. أوه. الري... حلوه 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 حلوه، روح روح كمل كمل. ايه. الرياضه ايه الرياضه الرياضه يعني وقت حياه. الحزه واللذه، الرياضه شيء يعني مو اساسي. طبعا لا. تمام. طبعا لا. طبعا لا. يعني ففيني اختلف انا وياك فيها. يعني يمكن اسال انت هلا لابس هالجيرزي الاستفزازيه لشو؟ ليش استفزازي؟ شو دخلك انت؟ شو دخل؟ شو النوادي القراضه هي؟ وين لا تصل للتشامبيونز ليج تايتلز تبع ليفربول. تبع الميلان؟ ابقى احكي. ليفربول ايه ليفربول قديش؟ كم واحد؟ كم واحد؟ انت قل لي. ما يا بعرف. ليفربولي ما كم بتعرف. واحد؟ معناتها كم ليش واحد؟ فايت بهالسير اذا ما كم بتعرف؟ واحد؟ ستة. لا ايه. خمسة حتى. طيب الميلان وانتو؟ سبعة. سبعة. اوه. سبعة. اوه. الله سبعة. كان يخلي لكم بيرلوسكوني عم يشتري لكم هالالقاب هي، ماشي الحال. يا سيدي الحمد لله الحمد لله يا رب، الله يطعمكم شي برلسكوني يشتري لكم القاب يا رب. وانت بتعرف يعني باوروبا سهل كتير شراء الالقاب. بتفوت في واحد هندي واقف على باب الملعب ببيعهم وبيبيعك اياهم معهم علم سوري معهم علم. بنجمه سداسيه. يا سيدي شوف، بهذا الموضوع تبع الرياضه اللي هو تبع الفريق المنتخب السوري، انا بقول للعالم يا حبيب قلبي، اذا انت مقتنع بانك تشجع الفريق، يعني كل واحد بيشجع الفريق اللي بيلاقي مناسب. انا مثلا بشجع اي سي ميلان، جمال بيشجع ليفربول، نحن بنشجع بلاد بالكأس العالم. بشجع انا بشجع ايطاليا، فلان بشجع برازيل فيها. هل هذا معناته انه مرتبط بهالبلد؟ لا، هي اهواء. فانت ايه. ليش ونحن مهتم؟ عفوا، نحن انت عفوا عمار، ايه نحن بنروح بهالاتجاه بطريقه عاطفيه من باب التزيد، يعني لانه انه يعني ات ميكس ات اكسايتنج، بنصير بعدين وي ايدنتيفاي لا، مع وهي هذا شغله النادي تانية مع هذا، يعني. بس مو ايه لدرجه انه تصير القصه قصه معتقد يعني. بغض ولا النظر، بتصير. كل واحد له طريقته بالتفكير بالموضوع. بس انا سؤالي للناس اللي عم بتشجع المنتخب السوري، انه اذا انت عم تشجع المنتخب السوري وملاقي ما يكفي من المبررات والاسباب شو من كانت تكون، لاقيها انت كافيه لانك تعمل، ليش منتظر راي العالم؟ شجع المنتخب السوري، ما أنا لا، مشكله. لانه شرط ما أنا المرافقه مشكله. الموافقه. ايه. ايه. لازم بالصرمه كلكم، يعني كلكم. ايه يعني هي اول شغله، انه انت ليش منتظر راينا؟ تفضل يا اخي تفضل شجع اللي بدك اياه. هي اول شغله. الشغله الثانيه، ليش انا ما بشجع هذا المنتخب؟ لانه هذا المنتخب، آل جمال ما بدي ارجع عيد، هذا المنتخب واضح التسلسل تبعه كيف. انا لا الوم اللاعبين مره ثانيه. في ناس كثير بتقول انه يا اخي طيب هدول اللاعبين اولاد بلدي. مزبوط مزبوط، هدول اللاعبين اولاد بلدي، مالي عم بحكي عليهم شيء. بس كمان انا بعرف انه اولاد بلدي في منهم انجبر انه يخدم بالجيش، واولاد بلدي في منهم انجبر انه يتهجر من مدينته ومن بلده، وفي منهم انجبر في ناس شو بتقول انه هدول الناس شو يعني ما يشاركوا بهاي البطولة، ايه ما ينحرموا يشعر. ينحرموا من مجد بدهم هن من الممكن انهم يحققوه. هلا لا كثير تدفشوها مجد، ما مين بده يحقق مجد بالمنتخب السوري، بس انه anyways إنه يخسروا انه قدام استراليا المشاركة. بس 1-0، هذا ايه مجد كبير. المشاركة يعني انه بده يشارك بكأس العالم ولا بده يشارك ببطولة قارية. انا ارى هي العبارة
يعني قمه بالماري انطوانيه، يعني عن جد خليهم تبع. ياكلوا، خليهم ياكلوا بسكوت. خليهم ياكلوا بسكوت. حبيبي في ناس انحرمت من ضناها لأن عم بتقطع البحر من قرنة لقرنة هربا من البراميل، قام عدمت أولادها. جاي أنت تقول لي لاعب مدري شو، مالي عم بسخر من حلم اللاعب، بس عم اقول لك إنه في مقارنات تستاهل نحكي عنها. فعموما أنا لست مستعدا أني أنا أشجع، مو مشان شيء صراحة، لا أجد لا المبررات ولا الأسباب الكافية لحتى أشجع هذا الفريق، وما بلاقي أنه مناسب. وأنا بعرف بالنهاية أنه هذا النظام اللي هو عدوي عداء بينا، هذا النظام عم يستغل كل كبيرة وصغيرة ليطبل لحاله ويورجيني أنه هو متحضر، وهو صح. مو متحضر ومجرم حرب وابن 60 صرماية. مم. خلصت يعني، بس انتهينا، انا ما حابب، بدنا نلزق. حابب نقطة نظام، لاني انا قفلت على اي سي ميلان قبل شوي. انا طبعا مشان نحكي الجد يعني. مم. تمام. انا اي سي ميلان من النوادي اللي كتير بحبها كنت. مالي سوبر فان مثلك. مم. بس بايطاليا واحد من النوادي اللي انا كتير كنت احب اني اشوفها. انا ربيان بمرحله كان رود خولت فان باستن وفان ورايكارد باستن ورايكارد، كانوا هن التريو. وباريزي ومالديني. وفرانكو باريزي وروبرتو مالديني وكذا الى اخره. نحن عم نحكي على مرحله باولو ذهبيه. مالديني، شو روبرتو باولو مالديني الله باولو آه، يلعنه. باولو باولو لا باولو تخل. باولو 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 مم. مظبوط. طبعا كانت مرحله، يعني عم نحكي بمنتصف الثمانينات لنهايتها لا يعني. بس كان بعدين الميلان اصلا لما طلع هي الطلعه من الثمانينات حتى لل لمنتصف 2000. التسعينات. لا ما لل 2007 يا زلمه. مم. يعني فريق، انيويز هو مو هون حديثنا. بس يعني انا بحب وبرلسكوني النادي، كسار بحب راس ليفربول. النادي. خو. بس انا بحب النادي، وما يعني مشان ما حدا ايه يفهم غلط يعني. ايه، بس نرجع على قصه المنتخب السوري. انه يا صديقي العزيز ويا اخي العزيز، انت عم تقلنا انه انا اتمنى والله العظيم، انت بتعرف انه انا على فكره مالي كتير يعني فريق هولندا، ما انه بتابعه اكسايتد يعني، بس لما هلا انا زلمه عايش بهولندا وبيلعبوا، بحس انه يا اخي فريقي، لانه هولندا بلد عم تعطيني. لانك خاين. خ... يا خاين العشراء. ابدا. ايوه. شو كانت الاغنيه؟ آه، نسينا. المهم، فخلاصة الموضوع أخي، شادي جميل، شادي جميل، شادي بس شو جميل، كانت شادي جميل. هي؟ انسى غرامك راح. انسى غرامك راح، انسى انسى غرامك راح. غرامك راح. إيه. ايوه. فيا أخي الكريم، أنت بدك تشجع الفريق السوري، الله يقويك يا أخي، شجعه. أنا لا أرى فيه منتخبا وطنيا. روح الله يكون بعونها. أنا فكرتي عن الوطن هذا كله اللي اسمه سوريا ما انهزت كتير. أنا بحب الكلمة اللي قال لي إياها صديقي العزيز آه أسامة خلبوص، اللي كتير رائعة قالها بالبودكاست. قال إنه نحن ما عنا وطن، عنا بلد. عنا مم. بلد، بلدنا، أي بلدنا ننتمي إلى المكان، ويا بس دوب. وطن لا يعني إنه في مكان جغرافي نرتبط فيه. يعني أنا بالنهاية ابن الشام، أنتمي للشام، هي مدينتي، يعني عرفت كيف؟ بحس بهذا الانتماء إجباري. فانيويز أنا لا أرى هذا الشيء، هي الوطنية ما بحسها صراحة. أتمنى بيوم من الأيام يكون في منتخب سوري بشجعه، والله بعيوني كنا نشجع الفريق من قبل. المهم، هذا هو بالنسبة لنسور قاسيون يلي صوصوا بكأس آسيا. هلا هذا الأسبوع اللي مرة كان أسبوع حافل وأسبوع عدم